السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة قصص لالا فاطمة مع قصة جديدة تحت عنوان راجلي تزوج عليا حيت ما كان ولدش. أنا سناء، بنت بسيطة وزوينة من مدينة صغيرة. كنعرف نخلي البصمة ديالي في قلب أي واحد كيعرفني. في واحد النهار في حفل عائلي تعرفت على ياسين، شاب طموح وكيوجد حياته في مدينة كبيرة. كان الوسامة ديالو والبساطة ديالو وكلامو شدو قلبي، وهو حتى هو شاف فيا شي حاجة مختلفة على البنات الآخرين، حاجة خلاتو يبغي يتعرف عليا أكتر. بدات الحكاية بيناتنا بحشومة وبكلام قليل، ولكن مع الوقت تحول لواحد الحب اللي كيتبنى على الاحترام والتفاهم. ياسين كان ديما كيقول لي: سناء، انتي الحلم اللي كنت كنقلب عليه، وحتى انا كنت كنشوف فيه الامان والمستقبل ديالي. بعد شهور من الخطوبة تزوجنا، وبدات حياتنا في دار صغيرة ولكن مليئة بالحب والامل والاحترام. كنا كنديرو خطط للمستقبل ديالنا، كنتمناو نديرو عائلة كبيرة ونعيشو الحلم اللي يجمعنا. ولكن مع مرور الوقت الحلم بدا كيتكسر على صخور الواقع، وواحد الخبر اللي غير حياتنا للأبد. راجلي تزوج عليا حيت ما كان ولدش، وهاد الحكاية كانت أصعب حاجة وقعت ليا في حياتي كلها. منين تزوجنا كنا فرحانين، كنديرو خطط للمستقبل، وكنا دايرين مع بعضياتنا وعد أننا غادي نعيشو بخير مهما كانت الظروف. ولكن مع مرور السنين ما تبدل والو. ما كانوش كاينين الولاد في الأول، قلنا عادي يمكن الله ما باغيش دابا. مشينا عند الأطباء باش نعرفو السبب، دازو شهور وسنين والدواء والصبر ما عطاوش نتيجة. الطبيب قال لينا باللي المشكل عندي أنا، وباللي فرصتي في الحمل شبه منعدمة. في ذاك الوقت حسيت الدنيا ضاقت عليا، كنحس بالذنب وكأنني أنا السبب في عدم قدرة راجلي أنه يكون أب. حاولت نخبي حزني باش ما نحسو بوالو، ولكن كنت كنعاني. كان كيبقى يقول لي راه كلشي بيد الله، وأنا معاك وما غاديش نبدلك بأي حد. ولكن للأسف مع الوقت بدا كيبان التغيير. كان كيبقى ساكت بزاف وما كيهضرش بزاف، وكنت كنعرف انه كيتقاتل بين الحب اللي عنده ليا وبين الرغبة ديالو انه يكون عنده شي وليد ولا شي بنية. واحد النهار رجع للدار وقال لي بغيت نهضر معاك في موضوع مهم. قالها بكل هدوء، ولكن حسيت بلي شي حاجة ثقيلة جاية. كنت عارفة أنه غادي يقول لي شي حاجة اللي ما غاديش تعجبني. قال لي: سناء، أنا كنبغيك وكنحتارمك، ولكن بغيت نكون أب. تمنيت أنني نولي أب، وهاد الرغبة غالبة عليا بزاف. قال لي أنه فكر بزاف، وقال لي أنه اقتنع أن الحل هو يتزوج باش يحقق هاد الحلم، حيث ما كاينش شي طريقة أخرى. نظرا لأننا حاولنا بزاف والمدة طويلة ولكن ما جابش الله. الحقيقة ما بقيتش قادرة نهضر، كنحس الدم تجمد في عروقي. حاولت نبان قوية وقلت ليه هذا حقك وأنا ما نقدرش نمنعك منه، ولكن راه القرار ماشي سهل عليا. ما دازوش بزاف ديال الأيام حتى فعلا تزوج. كانت مرا صغيرة وزوينة، وكل شي كان فيها كيشهد ليها. كانت الجرح ديالي كيزيد يتعمق كل ما شفتو كيتعامل معاها أولا كيهضر معاها، وكل ما سمعت حديثهم على الحمل اللي كانوا كيتسناوه. ملي حملات حسيت بالأرض زحزحات من تحت رجليا. واخا تزوج عمره ما نسى الاحترام اللي بيناتنا. كان كيحاول يقسم الوقت بيني وبينها، وكان ديما كيقول لي راه مكانك ما يعمرو حتى واحد. ولكن هاد الهضره ما كانتش كافيه باش تخفف الجرح اللي في قلبي، حيت الجرح اللي في قلبي كبير بزاف. مع الوقت تعلمت انني نتقبل الواقع. خدمت على راسي باش نلقى هدف جديد في حياتي. بديت كان نساهم في الأعمال الخيرية، خصوصا مع الأطفال اللي ما عندهمش عائلة.
كنت كنقول براسي إلا ما قدرتش نكون على الأقل نقدر نكون سبب في الفرحة ديال شي طفل محتاج ليا. دابا واخا مازال القلب كيعاني، لقيت طريقة باش نعيش، وتعلمت بلي الحياة ديما فيها الجانب اللي يمكن يعطيك القوة واخا تكون الظروف صعيبة. مرات السنوات، ومع الوقت تعلمت نتأقلم مع الوضع الجديد بالرغم من الجرح العميق. قررت نخلي حياتي ما توقفش عند هاد الحد. بديت نخدم مع الجمعيات كنساعد الأطفال المتخلى عنهم، ووليت كنقضي وقت معاهم، كنعطيهم الحب والحنان اللي كنت كنحلم نوزعو على ولادي. ياسين كان كيشوف التغيير اللي وقع فيا، وكان ديما كيقول ليا انتي اقوى وحده عرفتها في حياتي، وحتى بلا ولاد قدرتي تكوني الاطفال محتاجينك. العلاقه بيناتنا بقات قائمه على الاحترام. وحتى الزوجه الثانيه اللي جابت وليد ولات كتعتبرني جزء من العائله، وما كانتش كتفرقني منهم، وما كانتش كتعتبرني برانيه. في واحد النهار ياسين جا عندي وجاب معاه اخبار زوينه بزاف اللي فرحاتني وتلجات لي صدري من بعد سنين كتيره من المعاناه. قرر اننا غادي نتبنى واحد الطفل من الاطفال اللي كنت كنساعدهم في وسط الجمعيه، وقال لي هاد الطفل غادي يكون ديالي انا وياك، ديالنا بجوج، غادي نعتبروه ولدنا، لأنه ماشي الدم اللي كيشكل العائلة فقط، ولكن الحب والنية الصافية يمكن ليها تكون عوض الدم، أو يمكن ليها أنها تعوضه. صراحة دموعي طاحوا، ولكن هاد المرة ماشي ديال الحزن، ولكن ديال الفرح. لقيت أخيرا العائلة اللي كنت كنتمناها، ومع ياسين عرفت أن الحياة كتعطي فرص جديدة، خصوصا اللي عندهم قلب كبير وصبر كبير بحالي، واللي تاقوا في الله تعالى. عرفت أن الدعاء والصبر دائما مفتاح الفرج، وأن ربي كيعطي العوض ولو بعد حين، ومهما اشتدت الظروف لابد ما يجي الوقت اللي غادي نفرحوا فيه. ايوه، هذه هي نهاية قصة اليوم، قصة سناء. نتمنى أن القصة ديال اليوم تكون عجباتكم، وتكونوا خديتوا منها الموعظة والعبرة، وعرفتوا أن عوض الله ضروري ما يجي ولو بعد حين، غير الإنسان خاصو يصبر فقط. شكرا حيت بقيتوا حتى الأخير. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتشجعونا بلايك إلى عجبكم الفيديو طبعا. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. بسلام عليكم وتهلاو في راسكم.